هل تحتاج إلى المغفرة؟ ماذا تفعل لكي يغفر لك؟ ماذا تفعل عندما تشعر أن ذنوبك ثقيلة جداً بحيث لا يمكنك حملها؟ ماذا تفعل عندما تشعر بضغط ذنوبك؟ عندما تشعر بالغضب على شخص ما؟ أين يمكنك أن تجد المغفرة؟ يحاول الكثير من الناس الحصول على الغفران بالذهاب إلى بعض الأماكن، ويحاول الناس زيارة قبور الرجال القديسين، أو إنفاق الكثير من المال لزيارة مدينة مقدسة. وهناك آخرون يبحثون عن المغفرة في الأعمال الصالحة. ولكن ماذا عنك؟ أين تجد مغفرة ذنوبك وراحة بالك؟ منذ 2000 عام اتهم رجل بالتجديد لأنهم رأوه يقول لرجل مفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. أدان الناس ذلك الرجل واتهموه بفعل شيء لا يمكن إلا لله أن يفعله. هذه القصة موجودة في إنجيل متى الإصحاح 9:1-7. وكان ذلك الرجل هو يسوع المسيح. بحسب يسوع كان له هو نفسه سلطان أن يغفر الخطايا، والخبر السار لهذا اليوم هو أنه لا يزال حياً ويستطيع أن يغفر الخطايا. قال يسوع في الإنجيل: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إذا كنت تشعر بالضغط بسبب خطاياك، يمكنك أن تطلب من يسوع الآن أن يغفر خطاياك، وسوف يفعل هذا. صلوا معي: عزيزي يسوع، اغفر خطاياي وساعدني على تغيير قلبي. أعطني راحة البال التي أحتاجها. آمين.